أنا لا أريد أن تتحول هذه الحلقة إلى محاكمة. فيما بين الطب الحديث والطب الشعبي، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل منهما مكمل الآخر. هذا إذا أردنا أن ننظر للطب الشعبي بمفهومه الواسع ولا نحصره في إطار ضيق. تعليقا على الأمزجة التي تعرف في الطب الإسلامي، وهي 4 مثل ما تفضل الشيخ عبد الرحمن، ما هي الامتداد للمدرسة اليونانية في الطب. والعلماء المسلمين استفادوا كثيرا من علماء اليونان، وعلى رأسهم جالينوس، حتى أن كثير من المستحضرات المستخدمة في الطب الإسلامي تسمى بالمستحضرات الجالينية. وهذا لا يعني أن العلماء المسلمين وقفوا عند حدود الاقتباس من اليونان، وإنما عرف عنهم الإبداع والتطوير في هذا المجال. فمرة أخرى أكرر أن لسنا بصدد يعني تحديد هل هذا المرض يصلح لهذا العلاج أو كذا في مثل هذه الحلقة في تصوري، وإنما الموضوع أشمل من هذا بكثير. الطب الشعبي أنا أعتقد أنه يجب أن يحجم في إطار ما يعرف بالطب البديل. والطب البديل الآن انتشر في العالم انتشار ملفت للنظر في السنوات الأخيرة، وكلنا نعلم أساسا كيف بدأ الطب الحديث أصلا. يعني لو نظرنا إلى ما قبل حوالي قرن من الزمان لم يكن يعرف هناك لا الطب الحديث ولا الأدوية الحديثة في الواقع، وإنما بحدوث التطور الكيميائي المذهل وبنشوء الصناعات الدوائية، الطب الحديث عاش فترة قوية جدا في أوائل هذا القرن. ثم في الستينات الميلادية بعد حادثة الثاليدومايد، نوع من الأدوية سبب تشوهات الأطفال، بدأ الجسم الصحي كله يلتفت إلى ما يعرف بالآثار الجانبية للأدوية. والآثار الجانبية الآن تشكل قضية كبرى الحقيقة في هذا المجال. ويكفي أن نعلم، وأعتقد أن الجميع يعلم ونشر في الصحف، أن أكثر من 100,000 في الولايات المتحدة الأمريكية يموتون سنويا بسبب التأثيرات الجانبية للأدوية. فوجود مثل هذه الأشياء تجعل الناس يلتفتون إلى بدائل. ناهيك أيضا عن أن الطب الحديث بجانب إيجابياته الكثيرة، إلا أنه أيضا لم يستطع الحقيقة أن يستوعب كافة الأمراض، وبالذات الأمراض المزمنة، الأمراض الفيروسية. فإذا وجد الواحد نفسه بهذا الشكل وأن الطب الحديث غير قادر على علاجه، يبحث عن بدائل. والمريض يعني مثل الغريب يتعلق بالقشة، يبحث عن أي شيء. فازدهر الطب البديل، ازدهر الوخز بالإبر على سبيل المثال، العلاج العشبي، العلاج بالروائح، الهوميوباثي أو العلاج المثلي، والعلاج بالألوان. يمكن قرأت في أحد الجرائد المحلية قبل شهر أو شهرين افتتاح عيادة للعلاج بالألوان في الرياض، وأنا أعتقد أن هذه يعني بادرة يمكن تكون طيبة، لأنه إذا كان عندنا علاج بالألوان فمن باب أولى أن نقر العلاج بالأعشاب. صح. صحيح. ناهيك عن الوسائل الأخرى التي يعني الآن هي في مرمى وزارة الصحة. هناك من عالج حالة أو حالتان أو 3، ومن ثم فتح عيادة وقال أنا طبيب شعبي، وأصبح يعالج كل الأمراض. أولا، هل أنت تعالج كل الأمراض؟ لا لا لا. إذن ما هو رأيك في من يفتح بابه ويعالج كل الأمراض، كل من دخل عليه يعالجه؟ هل هذا طبيب؟ لا حول ولا قوة. أو هل هذا يعني ممكن يحصل في الطب الشعبي؟ لا. الطبيب الصحيح أول ينبغي للطبيب تقوى الله عز وجل، وأن لا ينظر إلى امرأة ولا صبي بفحش، ولا يعطي دواء قتال، ولا يقتل أجنة، كيف ولا يروح خلنا نقف يا شيخ، خلنا نقف عند النقطة هذه. أن لا يعطي ولا يقتل أجنة. كيف يعرف الطبيب الشعبي أن هذا الدواء قد لا يسبب مضاعفات للكلى؟ ما يعرف. كيف هو ممكن يعرف يعني عشان ما يعطي؟ لازم من معرفته ووزنه الذي فيه، وما هو يضر من الجسم، وش يدفع ضرره، ولمن يصلح. إذن أنت مع تنظيم عملية الطب الشعبي، وتطالب بأن لا يسمح لمن يعالج بواسطة الطب الشعبي إلا بمنحه ترخيص واختبار يعني لمجاله. يعني هذا الواجب أن اللي يداوي أنه يستلحق يسأل عن علاماته وعن معرفة الأعشاب. أجل سالفة معرفة فيها فوائد عظيمة وفيها مضار عظيمة. تقترح يسأل من؟
من أي إدارة؟ هذا عند وزارة الصحة، ما أنتم أبخص. شوف الدكتور عندك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالمحبين والإخوة في الله.